بسم الله الرحمن الرحيم. ميل المنحنى. ميل المنحنى ميل المنحنى عند نقطة معينة عليه، والنقطة هذه نفرضها هنقول هي س واحد وصاد واحد. نقطة س واحد وسين واحد، صاد واحد وسين واحد، الإحداثي السيني والإحداثي الصادي، س واحد وصاد واحد. هو ميل المماس عند تلك النقطة. ميل المماس لو عرفناه اللي هو رمز ميم، وخدناه من قبل هو ضاها. الميم عبارة عن ضاها وظل الزاوية التي يصنعها المستقيم مع اتجاه الموجب لمحور السينات. ونجي نقوله ان الميل هو ظل الزاوية عند حالتين. الحالة الأولى تكون الزاوية زاوية حادة، معناها في الربع الأول. يعني الميل بيكون يا إما في الربع الأول إذا كان الزاوية حادة، أو الزاوية منفرجة يعني في الربع الثاني. وهنا الميل سالب. إذا كان الميل موجب يطلع لي الميل موجب، معناها الزاوية في الربع الأول زاوية موجبة محصورة بين 0 و90 درجة، حادة 0 و90 درجة. طيب الميل سالب يا أستاذ شو معناها؟ معناها الزاوية منفرجة، والزاوية منفرجة وين؟ في الربع الثاني. زاوية منفرجة في الربع الثاني. والزاوية المنفرجة قياسها محصور بين 0 إلى 180 درجة. بين 0 و180 درجة. نجو الميل. أنا كان عندي ميل مستقيم. ميل المستقيم نقوله صاد بيساوي ميم س زائد جيم، أو ميم بتساوي فرق الصادات على فرق السينات، أو ميم الزيادة الرأسية على الزيادة الأفقية. هذه حالات كنا ندرس فيها الميل من سنة أولى وسنة ثانية. هنجي اليوم ناخذ ميل المنحنى ويطبق أيضا على المستقيم. ميل المنحنى وقلنا يطبق أيضا على المستقيم يعتبر ميل. المنحنى يطبق على المستقيم، لأن المستقيم يعتبر منحنى. هنا هنقول صاد بتساوي دال س، هذه دالة. الميم بيساوي دال شرطة س. الميل بيساوي دال صاد على دال س. الميل عبارة عن المشتقة الأولى، هو عبارة عن ميم. هذا الميل عندي معادلتين الآن. استخرجت الميل، تمام. عندي معادلتين. المعادلة الأولى بنقول معادلة المماس صاد ناقص صاد شرطة تساوي ميم س ناقص س واحد. صاد ناقص صاد واحد، ميم في س ناقص س واحد، صاد ناقص صاد واحد. يعني هذه النقطة س واحد وصاد واحد، تمام. هذه معادلة المماس. معادلة العمودي شنو هي؟ صاد ناقص صاد واحد بتساوي سالب واحد على ميم س ناقص س واحد.